عمرك صحيت من النوم وانت مرهق؟ مش مرهق من شغل او مذاكرة، لأ، مرهق من وجودك مع ناس معينة. ناس وجودهم حواليك مش بيحسسك بالامان، بس برضو مش قادر تبعد عنهم. طب ايه اللي حصل؟ وازاي ممكن يكون حد بيستفزك وانت مش واخد بالك؟ وقبل ما نخش في الحلقة، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا، مش نحكم عليها. في شخص كده بيخليك مديون ليه. في نوع من الناس كل مرة تعمل فيها حاجة حلوة بيحسسك انك مديون ليه. ساعدك مرة يبقى فضله عليك باقي العمر. سمعك يوم يبقى لازم تكون دايما متاح ليه. بس تسأل نفسك، هو بيساعدك ولا بيأيدك باللي عمله؟ اللي بيدي بجد ما بيعدش، واللي بيحبك عمره ما يخليك تحس انك مديون ليه عشان تبقى قريب منه. ساعات الراحة الحقيقية بتيجي لما تبقى وسط ناس وجودهم ما بيجيبش ذنب. وفي العشم المسمم. فاكر صاحبك اللي كل حاجة عنده فيها جملة أنا كنت متوقع منك أكتر؟ أو الشخص اللي لما تفرح بحاجة يقولك مش وقته بصراحة؟ أوقات الناس بنحبهم يعلقوا مشاعرهم في رقبتنا باسم العشم. العشم لو زاد عن حده يبقى دين مش حب. الحب مش لازم يجي على حساب نفسك. لما تبطل تحاول ترضي الناس على حسابك، ساعتها بس هتعرف ترجع لنفسك. وفي المستنزف. ممكن يكون أقرب حد. انت مستني الكلام يجي عن صاحبك او مديرك او حبيبك، صح؟ طب ايه رأيك لو قلتلك ان في حالات المستنزف هو انت؟ في ناس بتستنزف نفسها. لما تحمل نفسك فوق طاقتها عشان تثبت حاجة لناس مش بتتفرج. لما تقول انا تمام وانت بتتكسر كل يوم. الضغط مش دايما بيجي من بره، واوقات الرحمة اللي بندور عليها في الناس محتاجين نديها لنفسنا. مفيش أسوأ من انك تكون عدو نفسك وانت فاكر انك بطلها. وفي المحب المرهق. في ناس بتحبك بس بتستهلكك. كل حاجة بتتحول لمشكلة. كل لحظة لازم يبقى فيها تحليل ودراما وسيناريوهات سودة. تحس انك دايما لازم تكون جاهز للطبطبة والإنقاذ والدعم. ولو مرة قلت انا تعبان تبقى أناني. بس بص، انت مش مطالب تكون بطارية شحن لأي حد. العلاقات اللي تستهلكك ما تستاهلش تبقى بيتك. والحب الحقيقي بيهدي مش بيستنزف. وليه بنكمل في علاقات مستنزفة؟ ليه بنستحمل كلمة بتوجع أو سلوك بيكسر؟ أغلبنا مش بيخاف من الشخص، احنا بنخاف من الفراغ اللي هيسيبنا وراه. بنخاف نكون لوحدنا. بنخاف ما يبقاش في بديل. بس لو كل مرة تسكت بتخسر نفسك، يبقى الخسارة ابتدت من زمان. الوحدة الحقيقية مش انك تكون لوحدك. الوحدة انك تكون حوالين ناس وتحس انك مش موجود. وفي النهاية مش كل اللي بيستنزفك بيعمل كده بقصد، بس ده ميقللش من تأثيره. الحب مش لازم يوجع، والاهتمام مش لازم يستهلك، والأمان مش المفروض يجي على حساب سلامك. لو حسيت انك مستنزف خليك صادق مع نفسك، لأن أول خطوة للراحة انك تبقى صريح مع اللي تعبك. وآخر حاجة أقولها لك، احنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا، مش نحكم عليها.